بصوا بقى، بما ان الفيديو الاولاني عن استخدامات زراير الميكروويف عجبكم وطلبتوا مني استخدامات بقية الزراير، فالنهارده هنجرب مع بعض زرار الشواية. انا كنت عامله شاورما، فالشاورما دي انا مثلا مش متكيه عليها في المقلايه، فانا عايزاها تاخد وش كده ان هي تبقى محمره. فهحطها على الشوايه الحديد اللي هي القطعه الحديد اللي بتيجي مع الميكروويف، وهضغط على الزرار ده، زرار الشوايه. خلي بالك اول زرار هو الجريل لو انت عايزه تسوي من تحت، والزرار اللي على الطرف لو انت عايزه تسوي من فوق ومن تحت. فانا هستخدم زرار الشوايه بس. خلي بالك لما تستخدمي الشوايه ما تكونيش حاطه حاجه على ميكرويف من فوق لان هو بيسخن. وخلي فتحه التهويه اللي بتبقى في الجنب يعني مفيش حاجه سداها او ان هي مقفوله بحاجه، ان بيطلع حراره فلازم يبقى فيه مساحه للحراره تطلع. هسيب لكم تحت الفيديو الرابط اللي هيوديكي على طريقة فك المجمدات في الميكروويف، وكمان تسخين العيش وتسخين المشروبات. لو انتي بقى سالقة فراخ عادي وعايزة تشويها، بتديها مثلا دهنة زيت بصلصة وبتدخليها برضو الشواية وبتشغلي الشواية من فوق. وشير الفيديو ده لصاحبتك اللي عندها ميكروويف ومش عارفة تستخدمه في ايه.